يا ترى إيه علاقة حب الذات والرضا عنها بعمليات التجميل والإجراءات التجميلية؟ هنرد على الأسئلة دي النهاردة مع عزيزي الدكتور الرائع الفنان كريم رفلة. الإنسان اللي شكله أحلى فرصه أفضل في الحياة. في إنجلترا دايما كانوا بيقولوا if you look good you feel good. دورنا يوميا في هذه الحياة إنه نحاول نقاوم كل التداعيات اللي بتخلينا ننزل لتحت. نقطة مهمة جدا جدا اللي هي الأكسبتنس أو التقبل اللي هي لازم يبقى في كل العلاقات أساس. إيه أهم تقبل؟ تقبل الذات. Plastic surgery should make you look better not different. يعني الإجراءات اللي بنعملها مفروض تخلي شكلك أفضل مش مختلف. فهي الفكرة ان انا مش هبقى حد تاني ابدا، ولا في شخصيتي ولا في شكلي ولا في اي حاجة، بس هبقى النسخة الافضل من نفسي. The best version of myself. لما بتبص في المراية بتبقى شايف ايه؟ هل بتحب اللي انت شايفه في المراية؟ الموضوع على فكرة ملوش دعوة بدرجة الجمال، بس لما بتبص في المراية راضي عن اللي انت شايفه، راضي عن شكلك، ولا عايز تبقى حد تاني، عايز تبقى شكل تاني؟ ويا ترى ايه علاقة حب الذات والرضا عنها بعمليات التجميل والإجراءات التجميلية؟ هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. العلاقة دي مهمة جدا، عايزين نفهمها. وهل معنى ان انا ابقى بحب نفسي وراضية عنها وعندي ثقة بنفسي ان انا ما اروحش لدكتور تجميل؟ هنرد على الأسئلة دي النهاردة مع عزيزي الدكتور الرائع الفنان كريم رفلة. هو استشاري جراحة التجميل وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا. أهلا بك. أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا إنك استضفتيني. شرف كبير بجد. أنا أسعد والله، أنا أسعد. أنا عايزة أول سؤال يبقى إيه علاقة حبي لذاتي بإن أنا بروح باستمرار لدكتور تجميل؟ هو لب الحب الذات إنك تروحي تهتمي بمظهرك وتهتمي بحلاوتك. أي سيدة أو أي بنت دايما في اهتمام قبل حتى السوشيال ميديا إنه يبقى شكلها حلو. لو أي إنسان متضايق وقعد 3-4 أيام في البيت من غير ما يسرح شعره وما عملش حاجة في هيئته، لو عنده سبب للاكتئاب ده بيزود له الاكتئاب. فلما الواحد بيبتدي بقى يغسل وشه ويظبط شكله، يلبس حاجة بيحبها، تحافظ على وشها، تحلي من هيئتها، هي بتحب نفسها أكتر. خلي بالك إنه الإنسان غير قادر على تعامل مع الناس بطريقة طيبة لو هو كاره نفسه. يعني الإنسان لما بيبقى متشبع بحبه لذاته، مش بطريقة نرجسية أو كده، بس متقبل نفسه، مقبل على الحياة وبيحب هيئته ومتصالح مع الميديم بتاعه، ده بيؤدي إلى أنه يقدر يتعايش مع كل الظروف الإيجابية والسلبية بطريقة أفضل. في إنجلترا دايما كانوا بيقولوا if you look good you feel good. صحيح. يعني لو انت شكلك كويس شعورك هيبقى كويس. لو انت نازل الصبح الشغل او اي حاجة وراضي عن شكلك ومهتم بشكلك، يعني في رعاية ذاتية او اهتمام سيلف كير، نسبة نجاحك في اليوم ده او في تعاملاتك وعلاقاتك هتبقى اعلى. صحيح. احنا مثلا انا طالما جبت سيره انجلترا، انا كنت بشتغل في انجلترا فتره، فكان دايما لازم نروح لابسين كرافته الشغل كدكاتره، حتى لو هنقلعها قبل العمليات يعني عشان. فكان يقول لك if you want to make money you have to wear a tie. يعني ليها علاقه بانه ادائك في العمل هيتقبل احسن. يعني فلو هتشتغل في بنك، هتشتغل محامي، لازم تبقى لابس. وانا لما انت عارفه انا بمرن الدكاتره الاصغر مني على او الاقل تجربه حتى على الاجراءات اللي بعملها، ودايما بقول لهم you can never be overdressed or over educated. يعني مش ممكن تبقى لابس زياده عن اللزوم، ومش ممكن تبقى متعلم زياده عن اللزوم. بمعنى انت لو رايح مثلا اي مناسبه، عزا، فرح، لو لابس لبس مهندم ما حدش غير لو رايح مثلا بجينز وتي شيرت،
الناس ممكن تنتقدك او تلاقي شكلك، انما لو واحد رايح لابس متشيك مش هيبقى حاجه غريبه. عمرها ما هتبقى غلط يعني. زي اللي متعلم زياده، انت مش هتتضرر انك متعلم اكتر، معاك شهادات اكتر، عندك خبره في الحياه اكتر. زي عشان كده برضو ما حدش هيقول لك حاجه لو انت مهتمه بهيئتك افضل. مش لدرجه ان تبقى اوفر دان، وطبعا انا عارف انه اكيد هنتناقش في دي، بس انه تبقي يقول لك لا دي دايما شكلها مقبول ومظبوطه عارفه جايه من الانضباط. يعني في حياتنا الناس الناجحه لازم الانسان يبقى منضبط. هتلاقيه منضبط في حياته، في تعاملاته مع البشر، في لبسه، في روتين يعني في روتين بتهربي له بينقذك من تقلبات الحياه. يعني عايز تقول يا دكتور كريم انه الاجراءات التجميليه دي نوع من السيلف كير، لان احنا دايما بنقول ايه هو السيلف لاف. يعني ما الناس لما بتسالني يعني ايه سيلف لاف، يعني ان انا ابقى مغروره وانانيه واخد بالي من نفسي بس وانا اولا والكلام ده، اقول لهم لا. سيلف لاف معناها ان انا راضي عن نفسي، واثقه من نفسي، تقديري لذاتي عالي، عارفه ان انا عندي ما اقدمه للاخرين، وحتى لو عندي حاجات عايزه اشتغل عليها انا قادره ان انا اعمل تنميه ذاتيه. وفوق كل ده لازم اعمل سيلف كير، والسيلف كير ده دليل وطريق لحب الذات والسيلف لاف والثقه بالنفس وكل ده. صحيح. فالسيلف كير ده من انواعه هو انك تيجي لجراح التجميل او لدكتور التجميل يحسن من اي عوامل، وهو انت مش بتعملي حاجه غريبه. يعني انت دايما يقولك انت لو داخله انترفيو وشكلك مقبول، 70% من الانترفيو بتاعك في السيدات طبعا، لان الهيئه بتاعت السيدات اهم بكتير من هيئه الراجل. بس انه الشكل الاحلى، مش المريض يعني الانسان اللي شكله احلى فرصه افضل في الحياه عامه. يعني هي دي طريقه الحياه. يعني اللي هيقدم او هتقدم على وظيفه لو هي مهندمه اكتر وشكلها مقبول اكتر واحلى to be honest هتقبل اسهل. الانسان اللي هو لو عنده مشكله وتعامل مع مصالح حكوميه، لو شكله افضل احصائيا لقينا انه شغله بيخلص اسرع، ورقه بيتمدي، غير لما حد يجي لك كده هتلاقيه مهمل مثلا في شكله او وحتى في الرجاله على فكره، مش بس السيلف لاف دلوقتي من ناحيه جراحه التجميل انتقل للرجال برضو، لانه بقوا يهتموا بجسمهم، يهتموا بهيئتهم، وعايزين يعيشوا الى امد طويل في حاله نوعا ما شباب. غير أهالينا زمان لو تفتكري في السبعينات والثمانينات كان عند سن 50 تلاقيه الوزن زاد وتقولك خلاص يا ابني وكده. دلوقتي لا، دلوقتي 50 ده أنا أعرف السيدات honestly في 70 تقولي عليهم في الخمسينات بسهولة. الله بس ده أكيد مليانين حب لنفسهم ورغبة في الحياة وإقبال وإيجابية. يعني في حاجات كتير على فكرة بتأثر على الشكل. يعني إحنا هنا لما بنتكلم عن الشكل مش بنتكلم على الجمال اللي ربنا خلقه في الوش أو كده، إحنا بنتكلم على الاهتمام بالشكل، الديسيبلين زي ما قلت، الانضباط، الروتين اليومي، الاهتمام برضو بالصحة بينعكس على الشكل أكيد. التجاعيد وإزاي الإنسان بيتأثر، بيفرق بالأمراض. يعني الحد اللي عنده مرض مزمن زي أمراض السكر والضغط بتلاقي حاجات في عينيه بتبين إنه مريض. زائد كمان لو النفسية بتاعته مش كويسة بتؤثر مناعيا على حاجات في وشه وفي جسمه. هديكي مثل، عارفة لو أسرة فيها 4-5 أفراد وجالهم دور برد، بتلاقي مثلا في طفلين عيانين واحد معيش. حلو، لقينا برضو انه ده لو راح المدرسة وحد زعق له او سقط في الامتحان، حاجة ادت الى نفسيته تضعف او تتضايق، يعني مناعته بتضعف، فبيرجع تلاقيه تاني يوم عيي. يعني رغم انه كان مقاوم، هو ما عندوش مشكلة رغم الفيروس موجود في البيت، بس هو كان مقاوم لان كانت نفسيته قوية. اول ما هزم نفسيا
ده نفس الحكايه في الشكل. انت ممكن تبقي نايمه ساعتين بس عندك طاقه وعايزه تعملي حاجه وعندك موضوع مهم ومقابله، فصحيتي وعملتي انما ممكن تبقي لو مكتئبه، لا الامور ممكن تلاقي نفسك وشك مهزوم. انا بسميه ان احنا كل يوم في حياتنا ظروف الحياه بتجبرنا ان احنا يا اما نبقى حتى فلسفيا اوحش لما الظرف يبقى وحش، فالطبيعي ان رد فعلك انك او نضعف، فبالتالي نسيب نفسنا ننهار. دورنا يوميا في هذه الحياه انه نحاول نقاوم كل التداعيات اللي بتخلينا ننزل لتحت. حلو، كلنا متقبلين النهايه النهائيه، بس كل يوم هتلاقينا كلنا بنحارب، عايزين نبقى احسن. الراجل بينزل طبعا. يشتغل، لو الست بتشتغل عايزه تنزل تشتغل، تحسن من مستواها، تحسن من مستوى اولادها، تحسن من شكلها. طبعا. احنا دلوقتي عندنا التجميل ده بقى كأن حضرتك بتروحي الجيم لجسمك، يعني مهتمه انه يوميا تبقي دايما محافظه على جسمك، وبالتالي الحاجات دي بالانضباط او بالنظام اللي بتعمليها بطريقه منتظمه عشان ما تحتاجيش حتى اجراءات عمليه كبيره قوي. يعني شايف ان الناس اللي هي عندها قدرة مادية خلاص ده بقى من الاساسيات؟ انا اكشلي شايف انه الناس اللي كان عندها قدره ماديه كانت بتعمل الحاجات دي من 20-30 سنه بطريقه اساسيه. دلوقتي بقى كل الناس بتعمله قدره ماديه، لانه الحاجات رخصت نوعا ما عن ما كانت زمان. حد حضرتك مثلا اول ما طلع حاجات زي البوتوكس والفيلرز في الثمانينات كانت غاليه بطريقه، يعني ما كانش بيعملوها مثلا غير اللي هي اليزابيث تايلر. حلو، لانه حاجه هي غاليه، بيسموها كان انهبيتنج، اللي هو مثلا تروحي تدفعي لك معيقة. الافات الدولارات عشان تاخدي حقنه. دلوقتي بقت الحقنه ب $200 يعني ما يوازي، وحاجات كده. فالانواع طبعا الكويسه ومتوفره، وبقى فيها ريسيرش اند ديفلوبمنت، يعني تجارب كتيره اتعملت في مدار اخر 35 سنه، فبقت الامور متاحه لجميع الناس. والمستوى العام بتاع الانسان بتاع البشر في الكوكب عامه بقى اقتصاديا افضل، وبسبب التليفون المحمول كل الناس بقت عندها نفس الثقافه موجوده بالمعلومات الكويسه، وفي بعض الاحيان بالمعلومات المغلوطه، يعني حسب الترند اللي بيحصل، لان بقى في ماركتينج لترندز مش مستحبه يعني. ايوه فعلا، انا ملاحظه الموضوع انتشر جدا جدا جدا. يعني مش هقول بلاش نقول اللي عنده قدره ماديه، اللي عنده فائض مادي بقى الاجراءات التجميليه دي اساس، زي الخروج، زي السيلف كير، الجيم، زي الفيشل، زي كل ده. خلاص بقى في الحاجات الاساسيه. هو بقى اساسي زي ما الناس وبقى لانه لقوا اصلا انت. هو انا بس عايز اقول لك على موضوع السيلف كير ده، انه في ناس بتعملها اوت اوف سيلف، بتحب نفسها وعايزه تعيش حياه ايجابيه كويسه، وفي ناس بتعملها من ملاحظتي، يعني من البراكتس بتاعتي، لانه هي لازم تعملها، لان كل الناس بتعملها، فهي بتعملها وخلاص. وفي ناس كان نفسها تعملها، ولما قدرتها الماديه اتحسنت بقت قادره تعملها، فتعملها وعايزه تزود ساعات. فموضوع السيلف كير ده فيه زي موج خفيف كده، مع الخبره الواحد بيلاحظ يعني. وعشان كده بيحاولوا يزودوا ساعات ويقللوا كده. بس هو اجراء طبي، يعني ما ننساش انه اجراء طبي يعتمد على كفاءة الدكتور والمنتجات الآمنة، بيسموها minimally invasive procedure، يعني الدكتور بيدخل حاجة في وش الإنسان أو في جسمه حتى وكده. ومش سيلف كير بس، ساعات إكمالا يعني للنقطة بيبقى necessity. يعني إيه؟ يعني ضرورة. واحدة عندها 16-17 سنة وعندها عيب في وشها، في بتحصل حاجة مضايقاها، مثلا دقنها صغيرة جدا، في تقدم في الأسنان بطريقة معينة، مش عارف إيه، الأنف، دي بتبقى عاملة لها مشكلة أكبر من ما إحنا بنبقى متخيلين. حلو، مشكلة عميقة يعني. عميقة. فدي خلاص أنت مش سيلف كير، أنت عايزاها ضرورة بقى، ضرورة. واحدة بنت صدرها كبير بدرجة معينة مأثر على إنها تقدر تتحرك. إحنا بنشوف الحاجات دي، بيبقى أوزان ضخمة
فده بيتعمل لهم عمليات كده. ونفس الحكايه بالعكس، لو الموضوع يعني في ناس بيبقى عندهم عيب خلقي، نقص في يعني مقاسات معينه، التجميل يقدر يساعد في ده في بعض الاحيان. طب أنا عايزة أسألك سؤال، اتفضلي. هل ممكن بخبرتك مع المرضى كتير ما شاء الله إنك تقدر تعرف الست دي وشها بيقول إن عندها ستريس عالي في حياتها؟ طبعا، وبيبان إزاي؟ في عينيهم. عارفه العينين هي نافذه الروح يعني. العين كنترولد بعضلات كتيره جدا، اوكي، جوه العين حوالينها في عمق الجمجمه وبره عند الجفون. بيبان قوي انه مهما حاولت تخبي، لو هي قد ايه مضغوطه في حياتها، قد ايه عندها مشاكل، زي ما تقول لك مثلا واحده اصلا معيطه يعني مثلا، فده بيبين برضو. فالعين المكسوره بيبان طبعا. طب وبيبان في صحة البشرة نفسها؟ يعني ممكن تحتاج إجراءات أكتر من واحدة ما عندهاش ستريس كتير أو ضغط نفسي في حياتها؟ اصل الستريس ده بيعلي، زي ما انت عارفه اكيد حاليا بقت الثقافه عامه، بيعلي حاجه اسمها الكورتيزول. طبعا. الكورتيزول ده هرمون معمول عشان يساعد الانسان على تحمل حاجات شديده، يواجه صعبة. اليوم الصبح، لان هو بيعلى الصبح فيواجه الحياه انما لو عالي على طول يعني، وده مش طبيعي. فده بيخلي أجهزة كتيرة من ضمنها وشك، من ضمنها كلها تتأثر، القلب بيتأثر، كل الأجهزة الوظائف الحيوية بتاعت الإنسان بتتأثر بطريقة سلبية لما الستريس يبقى عالي. فما بتشربش كفاية، الكورتيزون بيحوش مية كمان لو عالي، فممكن تلاقي وزنها زاد، الأكل العصبي بيزداد، فبالتالي بيحصل لها حاجة اسمها انسولين سبايكس على الرايحه والجايه، لانه كل شويه تمد ايدها تاكل حاجه، رغم انه الطبيعي. وهنا انا بنصح من عندي انه يحاولوا يدوا مساحه 6 ساعات بين الوجبات. يعني مش لازم مثلا رايحه مع اصحابك تشربي قهوه وشاي وكده، يحصل انه ناخد معاه حته كوكي وكده، لانك لسه فطرانه من ساعه، فليه تعلي تاني يعني فاهمه؟ حتى اللبن والسكر، العادات دي اللي كانت ومع ذلك برضو لازم أقول إنه كان في study recently في ستانفورد يونيفرسيتي، جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، لقيت إنه الإنسان من مصلحته إنه يندلج. يعني إيه يندلج؟ يعني نفسك في حاجة جربي، يعني خديها مرة. الحرمان قوي بيؤدي إلى إنسان عنده مرارة، فبيزود من الستريس رغم إنه هو منضبط صحيا. فلا إحنا عايزين لا تبقى الدنيا يعني ريلاكس شويه، ما يبقاش حتى الضغط النفسي جاي من الحرمان. بالظبط. انت عايزه تبقي حياتك افضل، مش لدرجه ان انت تبقي عايشه ذليله لقوانين انت حطيتيها. لا يعني معزومه شايفه حاجه نفسي، طيب هافت يعني. طبعا يعني احنا في شغلنا في سيلف ديفلوبمنت في كورسز بتاعتنا دايما نتكلم على اضرار الستريس او الضغط النفسي على الصحه وعلى التفكير وعلى الابداع وعلى العلاقات وعلى كل حاجه. فدلوقتي كمان بنقول ان هو بيأثر على البشرة بتاعة الست او الراجل ممكن، لدرجة ان احنا ساعات نشوف مثلا واحدة عندها 60 سنة ما شاء الله، شكلها صغير، عندها شكلها 40 ولا حاجة، نقول اصل هي رايقة. وانا بشوف النماذج دي كتير قوي. علمية يعني. طبعا. زائد كمان انه لو حد حياته ستريسفul جدا بيكشر. أيوة. يعني هو عامل كده على طول، عنده 111 ال 111 على طول. وعشان كده حضرتك لما تلاقي بعض الناس تيجي تعمل اجراء زي البوتوكس مثلا، فالبوتوكس ده بيرخي العضلات بتاعه التكشير. اوكي، ففي ناس يقعد عندها مثلا 4-5 شهور وبتبقى ست كبيره في السن، بس لما مع التكرار لما بتجيلي هي السيده هاديه وظروفها هاديه. انما لو حد مثلا في الاربعينات هتلاقيها بتتمرن كل يوم، بتعرق، فدرجه حراره البشره وده بيكسر البوتوكس اصلا. زائد انه هي في التمرين من غير ما تشوف هي بتكسر. وموضوع التمرين اليومي ده برضو في بعض الاحيان بيؤدي لبيرن اوت، لانك لو زودتي نبضات قلبك بشكل معين مبالغ فيه فبيرفع الكورتيزول برضو، فتلاقيها ستريس، فاللي هو اللي هي جايه تتداوى بيه بقى عمل لها داء. يعني عارفه الرياضه المفروض تحسن من الفيزياء بتاعتك عامه،
ممكن تتعبك شويه. عشان كده مثلا عمرك ما هتلاقي اللي بيجروا الماراثون شكلهم حلو قوي يعني. مع بيبقى تقدير فيه ايجينج عالي ايجنج او جامد يعني وستريس على وشهم. شيخوخة زايدة عن اللزوم. انما الست يعني في الابحاث مثلا اللي هي بتصحى مش كده شايفه الحركه اللي هي ما وراهاش حاجه. يلا ابدأ اليوم بقى مفيش لا هي على ستريس. مهلها، فاهمه، بتغسل سنانها على مهلها، الحياه ماشيه فلوينج. غير الراجل اللي بيصحى 6 الصبح عنده شغل الساعه 8 وراه حاجات، ده بيعلي بقى يعني بيخليه دايما ستريس. وده يمكن من ضمن اسباب ليه الرجاله يعني مالهم ما بيعمروش زي الستات. سبحان الله. يعني عموما عايز تقول ان المبالغة في اي شيء مش كويس لصحتنا ولشكلنا ولبشرتنا. يعني المبالغة في الاكل، المبالغة في الدايت، المبالغة في الرياضة، المبالغة في الضغط النفسي، المبالغة صحيح. في الشغل، على طول بره المبالغه في البيت. الاجراءات التجميليه ايوه في حد ذاتها ايوه ممكن تؤتي عكسها. يعني اكيد حضرتك بتشوفي في بعض لو رحتي فرح، رحتي عزومه، تلاقي بعض الناس تقولي لا دي عامله زياده شويه. ايوه بيبقى باين عارفه، فعلا. يا اما بيبقى تو ماتش كده، سواء عيب من الدكتور او عيب منها، بس هي برضو قبلت ده. فالاكثار من الحاجات دي، المبالغه في اي حاجه، عشان ضد كده خير الجمال. الامور الوسط بجد يعني. و مودريشن في الحاجات دي، ودايما انه تختار الذوق الكويس عند يعني اللي هتعمل عنده الاجراء التجميلي، لانه هو علمه وخبرته زائد ذوقه. يعني انت لو شايفاه راجل يعني او يعني لو هي نفسها مش حلوه الست يعني، او عامله حاجات انت مش عاجباكي انسايتلي ليه يعني مش عاجباكي، طب تعمل خلاص، هي انت باين عليها. فحاجات كده. وبرضو احنا عايزين نبوينت اوت انه الترندز اللي على السوشيال ميديا بتخلي الاولاد اللي هم في التين ايجرز والعشرينات وكده ستريسد جدا بالسيلف ايمج. انت عارفه مثلا انه في كل يوم احصائيا في 500 مليون سيلفي بتتعمل، 500 مليون سيلفي كل يوم في العالم. كل واحد ماسك موبايله، كل ست، كل ولد، كل بنت بيصور نفسه، خصوصا في بقى الواحد بيشوف نفسه على طول. لما حصلت الكورونا كانت الناس بتشوف نفسها في الزوم، فبقوا ينتقدوا حاجات فيهم ما كانوش شايفينها. حلو. ومع وجود السوشيال ميديا، وخلي بالك السوشيال ميديا انت بتوريكي صورة في افضل اوقاتها، صورة مثالية. خلاص هي واحدة لبست وبتتصور ومنزلة الصورة، يعني اكيد هتنزل لك افضل ما عندها، وفلتر بقى وحاجات، وخصوصا لو نجوم ومودلز وكده، فانت بتفتكري ايه ده، هو ده العادي، انا شكلي واحد، هو انا ليه شكلي مش كده، انا لازم اعمل كده. يعني هل ده ممكن يؤدي بينا للمبالغة في الإجراءات التجميلية؟ وده أدى فعلا. لو تلاحظي الحقبة اللي فاتت كان في مبالغة في كل حاجة، يعني التشيك بونز، الجو لاين. يعني أنا فاكر كان في ترند الجو لاين جو لاين ده قعدوا يدوا اعراضه جدا. وهي بتعتبر يمكن ده سيلف كير، هو مش لا، هو قلبت بسيلف ديستراكشن يعني. لأنه بقت شكلها رجالي مثلا، أو تشيك بون بقت قد كده. فالحاجات دي كلها لاحظنا إنه الإكثار وهتقل. يعني يعني اكشلي انت من 3-4 سنين ابتدت كل الناس على انستجرام تقول لك ناتشورال لوك ناتشورال، بس هل هم بيعملوها؟ مش كلهم. هو بس بيسوق للفكره دي لانه سمعها في المؤتمرات. بس هو ده الترند اللي جاي. انت عايزه تبقي محافظه على وشك، محافظه على نفسك، على جمالك، بدون ما يبقى باين انه في تدخلات كتيره حصلت. يعني القرب الى الطبيعه دايما افضل. as we say less is more، ودي اتقالت كتير. لانه الاجراءات التجميليه دي هيعملوها البشر من وقت ما يحتاجوها الى ما شاء الله. خلاص it's there to stay، يعني دي قاعده معانا. هو دلوقتي فعلا الموضوع بقى ظاهر قوي وباين قوي للآخرين للأسف، لما بنشوف ناس عاملة المبالغة الشديدة دي في الإجراءات التجميلية، في الشفايف زي ما قلت، في الفك، في الخدود، في شكل مناخير. بقى يعني بقى أزف إن هو شكل محفوظ، هو ده الحلو، فالناس كلها عاملاه. فللأسف كله ملاحظ، مش عارفة صاحب المشكلة نفسه
بيبقى رايح لدكتور، رد فعل الدكتور ممكن يبقى ايه؟ يعني حضرتك مثلا لما يجي لك حد تقول لك لا زود لي هنا، لا انا عايزه هنا، لا دي فيها خط صغير، لا انا عايزه مناخير شكل فنانه معينه، بيكون رد فعلك ازاي؟ هقول لحضرتك، ودي نقطة جميلة لأنه دي بنشوفها كتير قوي. عارفة ليه أنا بسمي المرضى مرضى؟ عشان هي اللغة الإنجليزية مسميهم patients، يعني patients لأنه بيجي يستنى مثلا 15 دقايق على ما يخش للدكتور، فجرى العرف إنه اسمهم patient لأنه هو صبور، هو مستني الاستشارة بتاعت الدكتور. فهي مريضة وليست عميلة. بالظبط. العميلة دي رايحة تشتري شراب، رايحة تشتري فستان، هي اللي تقول، فهي تقول أنا عايزة أخضر، عايزة أعمل. إنما طالما هي مريضة في هذه العلاقة، هي علاقتها بالدكتور مش هي رايحة تاخد رأيه وهو يقترح عليها العلاج، لها أن تقبله أو ترفضه، إنما لا يصح إنها تفرض عليها رأيها. وهنا هنيجي للخط الرفيع اللي احنا بنواجهه دلوقتي. موضوع الطب في التجميل بقى فيه شق تجاري مخيف. بقى في أجهزة، بقى في منتجات، وبعدين كل ما هتعملي حاجات كل ما هتدفعي أكتر طبعا. فممكن يبقى بينيفيشال للمكان اللي انت فيه، أو يعني من مصلحة المكان انك تعملي حاجات طبعا أكتر. طبعا. عشان كده أنا أحرص إنه دايما انت عايزة دكتور انت حاسة إنه راجل طبيب هيعمل لك الإجراء ده، سواء جراح تجميل أو دكتور جلدية أو أي شخص انت اخترتيه، انت عارفة إنه دكتور وعنده ضمير وهيعاملك كمريضة. هو انت مش كلاينت جايه يلا طب خدي ده واشتري ده وخشي بقى على الجهاز ده وخلي دي تاخدك هنا تعمل لك هنا. لا. فعشان كده هو الدور الاساسي هيبقى لاختيارك للدكتور اللي هيقدر يوجهك للطريق السليم، انك تريلايز، تحققي حبك لذاتك من غير ما تأذي نفسك. فهي عامل مهم جدا جدا موضوع الضمير ده فعلا، وموضوع ان هو يبقى عنده حس فني، لانه لو انا عندي نفس الوشوش كلها بعمل فيها نفس الاجراء كل يوم خلاص، فبيجي بسن مختلف، بصحة مختلفة، ببشرة مختلفة، برغبة مختلفة، او بتاريخ طبي مختلف. ملامح يعني لو تفتكري تانية. حضرتك لو اي حد جالي من المرضى، اول حاجة بقعدها باخد ايه؟ تاريخه الطبي، ايه الاجراءات اللي عاملها، ايه الادوية اللي بياخدها. الحاجات دي مهمة جدا. ليه؟ في امراض تمنع ان انت تعملي اجراءات معينة. فلازم يبقى طبيب عنده خبرة وعنده ضمير وفنان يعني ذوقه كويس على الاقل. احنا مثلا في الرويال كوليدج في كلية الجراحين الملكية كان في كورس 3 ايام سكالبتنج. انه ما هو مش عشان هتطلعي تعرفي تنحتي وبتاع، عشان تعرفي المقاييس بتاعت المسافة بين النني والنني في العينين، المناخير، والفرق بين العظم وامتى العضلة بتمسك في الحتة دي يعني. ومثلا بره في كورسات كنا بنقعد نحقن حبر في الكادافرز، الجثث، قبل ما نبتدي نحقن العيانين، رغم ان انت جراحة اوريدي، انما عشان تبقي عارفة كل حاجة رايحة فين. طب ولو حسيت يا دكتور فعلا ان المريضة دي ما عندهاش اي نوع من السيلف لاف او حب لذاتها او تقبل لشكلها، وفعلا عايزة تعمل تغييرات كبيرة جدا لدرجة انها ممكن تكون غير واقعية، وممكن تكون بتحاول تضغط عليك كمان، بتتصرف ازاي؟ بصي انا شفت الحاجات دي طبعا كتير. في ناس عندها مشكلة في نظرتها لنفسها. هي سواء اتعرضت لتنمر وهي صغيرة او حاجات مشابهة، هي بتبقى ما بتحبش شكلها خالص. هي عندها ممكن تشخص كنوع من انواع الامراض او الخلل النفسي الخفيف، لانه هي خلاص هي كارهة شكلها. وساعات بيكون يعني تجربة حصلت لها مع زواجها او مع اي حاجه خلاها تفقد الثقه في شكلها. على بالظبط. يعني في سيدات مثلا ممكن جوزها على طول بيقول لها انت مش حلوه، او دي مش حلوه فيكي، او كذا، ده بياخد من الثقه، او بيقارنها بحد تاني. وبعدين احب اقول لك حاجه مهمه قوي. انت عارفه الاساس في السيده، يعني ده مش احصائيا، ده علميا، هي انها تبقى جميله. حلو. او اتليست تبقى حاسه انها جميله.
ده مصدر ثقتها بنفسها. يعني طبعا. لما حضرتك بتشوفي اختك وخالتك وكده بتهتموا بشكل بعض، لا اعدلي الطرح، اعملي كذا. ليه؟ جينيا السيده هي راس مالها هي جمالها، وبينتقص منها خلال العمر، خلي بالك مع تقدم العمر. طبعا. عشان كده هي دايما دورها انها تحافظ على جمالها. part of her cap، يعني جزء من رأس مالها هي بتحافظ على جمالها اللي ربنا ادوها، سواء بقى والدتها ووالدها عندهم جينات كويسة، هي ربنا رزقها بجمال طبيعي. فهي الرحلة بتاعت حياتها انها تحافظ على اهم اسset ليها، اللي هو انها تبقى شكلها مقبول وهي سعيدة بيه. اوكي. الراجل لا، الراجل الاسset بتاعه بيكتسبه وهو بيكبر سنا، اللي هو ايه؟ طموحه، ذكائه، شغله، بينجح نجاحه. حضرتك لما بتبصي على حد من افراد عائلتك من الذكور بتبقي مهتمه انه ينجح، عايزه ابنك انجازاته. يبقى ينجز. حلو. السيده لما تيجي متقدم لها حد بتبص على نجاحه، وبيقولك اول تعليق على شكل الراجل بيبقى في الست انه ما يبقاش شكله عيان بس بس كده. يعني اي حاجه يبقى تانية. واقف على رجليه. لا بس طبعا the more the merrier، يعني لو شكله افضل يا ريت، بس اهم اسد انه يبقى قادر على انه يحمي هذا المنزل ويبنيه ويساعدها في حمايه اولادهم ويأمن لهم مستقبل كويس. فهرجعك بقى لنقطه الست بقى اللي هي طول الوقت يا مامتها يا حد من قرايبها قاعد يقنعها انها دميمه، او هي مش مبسوط، هي خلاص وصل لها القناعه دي. ده بيؤدي الى انه اعملي اي حاجه، انا مش يعني تصرفي. وتعملي حاجه وتحسن، مثلا تقول لك لا انا عايزه اكتر. انا وفي ناس بتربط بعض الاحيان بين شكلها وظروفها، بمعنى واحده مثلا تاخر بيها الجواز فتفتكر ان المشكله، وهي عندها ممكن حاجه في مناخيرها مش حلوه، فتفتكر المشكله دي، مع انه ملوش علاقه خالص. ملوش على علاقه فكرة. خالص. خالص. انت ما احنا شفنا بنشوف يوميا النصيب ده بيجي لاي حد، طبعا ملوش طبعا دعوه. طبعا. فهي تعمل عمليه مناخيرها وتبقى مبسوطه جدا بيها في الاول، تيجي لك بعد سنه كده تعمل اي اجراء تحسيها مش مستنيه النتيجه بقى، مالك؟ فين ما فين فتقول لك الجواز، فين ما فيش جواز للاسف. فتقولي لها ايه علاقه، تقول لك انا كنت فاكره ان يعني، فهي السيلف ايمج دي. فعشان كده الاحلى التجميل الحلو هو يعمل لك ايه؟ انه يبقى عندك حاجه بس انك عايزه تحافظي على صورتك افضل. فلما تعالجيها تبصي في المرايه تكتسبي على طول ثقتك في ذاتك بمنتهى، او تزيد. فتلاقي نفسك لا انا كده الحمد لله، وتواجهي بقى يومك حلو قوي النقطه بتاعت الاكسبكتيشنز دي او التوقعات، ان واحده تبقى رايحه لطبيب تجميل او جراح تجميل علشان تعمل اجراء علشان حياتها تتحسن او حياتها تتغير او جوزها يحبها اكتر او يجي لها عريس او كده. دي توقعات غير واقعية. صحيح. يعني هو من الاخر الاجراء التجميلي ده نوع من الاعتناء بالذات، زي بالظبط ما انا باخد بالي من لبسي، من وزني، من شعري بس. طيب احنا دايما برضو بنقول ان ثقتي بنفسي وحبي لذاتي ده المفروض يبقى شغلتي انا لوحدي، يعني انا مجهودي الذاتي والسيلف ديفلوبمنت او التنميه الذاتيه اللي انا بشتغل عليها، مش ان انا هعتمد على الاخرين ان هم يشبعوني بالثقه بالنفس والكلام الحلو كل ده. ولكن برضو شريك الحياه ليه دور طبعا. فايه رايك يعني دور شريك الحياه انه يخلي مثلا الزوجه او الزوج ان هو فعلا يدور على تغيير شكله بزيادة أو كده، وإنه ما يبقاش راضي عن نفسه والعكس؟ بالظبط. الزوج أو الزوجة الشريك في الحياة ممكن يساهم في إن الآخر يكتسب ثقة كبيرة في نفسه، وممكن يوجهه إنه يعمل حاجات تحسن من حياته برضه، بس في نفس الوقت ممكن يهدم له ثقته بنفسه لو قعد ينتقده، زي يعني كنوع من انواع التنمر الخفيف حتى. انه يقول لها مالك تخنتي كده ليه، مالك. والمثل اللي هديهولك ده مثل شائع جدا، لو تعرفي ممثل اسمه بيرس بروسنان، ده اللي كان عمل جيمس بوند. ده راجل انيق جدا وشكله وقوامه كويس وكده. مراته كانت جميله، وهي جميله لسه يعني، بس موديل كانت، وبعدين بقت مع الجواز والخلفه زاد وزنها، وهي متصالحه مع الفكره،
يعني فبقى شكلها اوفر ويت يعني، وهو متقبل الموضوع ده تماما وبيديها ثقة بنفسها وبياخدها في الريد كاربت في كل حتة. يعني ده لو كان راجل او لو كان هي، وخلي بالك هي اكيد عندها ثقة مرعبة في نفسها لان زوجها نجم وسيم ومش يعني ف في عوامل كتير قوي بتدخل في النقطة دي، بس الزوج والزوجة ليهم دور كبير قوي انهم يحموا ازواجهم من اوقات ضعف الثقة بالنفس. يعني الزوجة بعد ما تخلف بيبقى جسمها اتغير شوية، هنا دور الزوج انه يبوشر. زوج ألم يسندها. بيه تعب جسدي لأي مرض لأي عملية حلو وحس انه حياته ودخله قل وكده، هنا دور الزوجة انها تدفعه لانه يقف على رجليه تاني. ف الزوج اللي بيصالح او بيساعد ان مراته تبقى متصالحه مع نفسها وانها تتقبل السن وتعمل الاجراءات التجميليه بطريقه كويسه، غير لما واحد يعني انا لو جالي وكان بيجي لي الحقيقه في بعض الاحيان عمليه تيجي الزوج وزوجها والاقي الزوج هو اللي بيتكلم على العمليه وهي اللي هتعمل العمليه، ده بجد. عايزين بقى يا دكتور لو سمحت يقول لي عايز كده المناخير بقى فانا كنت وقتها لسه راجع من انجلترا وما كنتش شفت النموذج ده، مش ممكن. فكنت وابص للست اقول لها يعني طب انت، فبتقول لي يعني احنا عايزين، انا في الاول كنت بفتكر انه هي عشان مكسوفه تيجي لوحدها بس كان ممكن تجيب والدتها او اختها، بس قصدي لا لما يجي معاها في اجراء عمليه تجميليه بحت، ده العميل بقى بحت هو ده العميل. جاي اللي هو فدي از نو جو، دي عمليه انت تقولي لها حضرتك شكرا او تحوليها لحد تاني، لانه هي الست يا حرام مش عايزه تعمل عمليه او مش هي اساسيه في حياتها، هو الراجل هو اللي عايز، وده حاجه ما تصحش، حاجه مؤلمه بصراحه. دي حاجه مؤلمه جدا حاجة ولا مؤلمة. يصح طبيا ولا اثيكلي، يعني اخلاقيا في اخلاق المهنه انه لازم تحسي انه المريضه حتى لو هي فوق ال 35 جايه هي مقتنعه انها ده اجراء طبي، دي ممكن تعمل عمليه تقعد 3 ساعات في العمليات ونقاها اسبوعين، حاجه كبيره. فمش اللي هو، فلازم نخلي بالنا من الحاجات دي. وطبعا الدكاتره اكيد كلهم مر عليهم الحاجات دي وبقينا نعرف يعني. هو الموضوع ده بيفكرني نقطة مهمة جدا جدا اللي هي الاكسبتنس او التقبل، اللي هي لازم يبقى في كل العلاقات اساس. الاب والام متقبلين ولادهم بشكلهم بوزنهم بكل شيء، والزوج متقبل زوجته في كل مراحلها وفي كل احوالها. زي ما قلت في اوقات بتبقى محبطة، بتبقى تعبانة مرهقة عندها مشاكل، والعكس صحيح. فالتقبل ده بيبقى أول خطوة حتى في التغيير. يعني لو صحيح. حد عايز يغير لازم يغير على أساس تقبل على ظروفه الحالية بالظبط، ما غيرش على أساس رفض، ان انا رافضه شكلي، رافضه علاقتي، رافضه ابني، رافضه. ما فيش حد هيتغير بس عارفه يا نهى وهو مرفوض. ايه اهم تقبل؟ هو انك التقبل الذات بالظبط. طبعا انه طبعا. هي التصالح مع الذات ده طبعا. اهم حاجه قبل حتى طبعا. في الاجراءات. حلو انك جايه تحسني مش جايه تغيري شكلك. يعني انا في شغلتي بقول لهم انا ممكن احسن الحاله بس انا هنا مش عشان اغيرك، احنا مش بنغير في اشكال الناس، انت بتحسني حاجه موجوده. وهقولها لك بالانجليزي وهترجمها. plastic surgery should make you look better not different. يعني الاجراءات اللي بنعملها المفروض تخلي شكلك افضل مش مختلف. طبعا. يعني طبعا. حاجات بقى ليها علاقه بالاخلاق وكده، انك تغيري الشكل ده دي حاجه مش مطلوبه. انت بتحسني من حاجه موجوده وبتحسني من تغيرات حصلت على مدار السنين من غير ما تغيري شكل البني ادم بطريقه انه ما تعرفيهوش. يعني وده في بعض الاحيان الاكثار من الاجراءات دي انت بتبقي ساعات تشوفي واحده صاحبتك بقت يا اما تشبه حد يا اما بقت مش هي، وده مش مطلوب. بالظبط. هو كلمه تصالح مع الذات دي كلمه رائعه رائعه يعني، وهي دي اللي بتضفي جمال كمان. يعني ده بقى الجمال اللي طالع من جوه،
اللي هو التصالح مع الذات، وان انا قلبي حلو، وان انا صح. بحب الناس يعني كل ده بيضفي جمال مهم صحيح. جدا جدا وفي يعني. شغلتنا انا بحسها جدا ومش مم. حكايه ان انا بتفلسف، بس فعلا انه الانسان لو راضي مم. عن اللي هو فيه مم. آه جزء كبير من هو الجمال. كده ألم بكل حاجة، لأنه أصل أنت اللي جنبك أحلى منك، ما أنت دايما الطبق في اللي الأحلى جنبك ممكن طبعا. تلاقي فيه أكل مم. أحلى، طبعا. العربية بتاعت الراجل التاني أحلى. مم. there is always، عارفة يقولك العشب أخضر أكتر في الناحية عند التانية. الجيران. الشجرة بتاعت الجيران أحلى مم. إنما لو أنت سعيدة باللي أنت مم. حققتيه، مم. وخصوصا لو هي قصة كفاح كده، يعني الواحد يفتكر طب إيه ده، طب والله البيت ده احسن من الشقه اللي انا ابتديت فيها، طب العياده دي افضل من ده، او النجاح ده افضل من ده، او شكلي ده انا الحمد لله والله شكلي كويس جدا، واديني ربيت عيال وحالتي كويسه. مم. الرضا، يعني بالظبط بالظبط. ان الانسان يبقى راضي. والرضا انا بسميها زي بلاتفورم، مصطبه مهمه تنطلقي منها لأي شيء. للتحسن. صح. انما صح. لو انت مش راضيه عن ذاتك مم. ولا راضيه عن اللي مم. حققتيه، عمرك ما هتوصلي مم. لحاجه، هتبقي دايما بتملي حفره لا تنتهي. بالظبط. آه. فهي الفكرة ان انا مش هبقى حد تاني ابدا، ولا في شخصيتي ولا في شكلي ولا في اي حاجة، بس هبقى النسخة الافضل من ما نفسي. هو ده. The best version of myself. yes. فالنسخة الافضل من نفسي دي في شخصيتي، في امكانياتي، في طريقة تفكيري، في معتقداتي، وفي شكلي. وده اوتوماتيكيا معناها ان انت راضيه بنفسك، انت مبسوطه. بالظبط. انا هبقى احسن مم. بس انا راضيه، يعني عارفه جود بيتر بيست، انا كويسه مم. وهبقى احسن، مم. وهبقى احسن واحده. انما لو انا ما فيش، هتبقى عارفه. كان عباس محمود العقاد ليه بيتين شعر كده على الموضوع ده، بيقول لك صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغر. يعني الصغير عايز يكبر أيوة. والكبير عايز يصغر. ورب مال في تعب، يعني صاحب المال في تعب، وفي تعب من افتقر. يعني الفقير تعبان والغني تعبان، ما حدش مرتاح، بس اللي يرتاح هو اللي يبقى الراضي. راضي بقى ويبني. احنا دايما بنقول الرضا 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 ده جنة، والرضا ده نعمة، صحيح. وفاكرين نفسنا راضيين يعني. بس الرضا ده ليه مراحل وليه يعني مراتب، ومحتاجين ان احنا نخش جوه نفسنا ونشوف هل فعلا عندنا رضا بكل ظروفنا وبشكلنا ولا لا. طبعا. بالظبط. طيب، موضوع السوشيال ميديا بقى، طبعا احنا بنتكلم فيه كتير جدا في شغلنا وفي الكورسز بتاعتنا، لانه مزود الستريس قوي عند الناس، مزود المقارنات بشكل رهيب. يعني المخ طبعا. بيقارن اوتوماتيك على فكرة، من غير ما انا اقارن. اول ما بشوف شكل حد او ظروف معينة، طبعا. المخ بيقارن على طول. صحيح. انا احسن ولا اقل، ولا زيي ولا مختلفة ولا كذا. ايوه. هي الموبايل، احنا خلي بالك الجيل، يعني جيلنا هو الجيل اللي واكب الانترنت من أولها. والفيسبوك من اول. فاحنا جيل هيتدرس قدام، انا مش بهزر. احنا اللي اخدنا الاعصار ده، لانه ما كانش فيه. يعني انت فاكره الايام اللي ما كانش فيه؟ بدأ من التسعينات. فانت الجيل ده هو اللي حصل له تغير. يعني ولادنا ما مروش بده، ولادنا صحوا لقوا الموبايل. ايوه، احنا شفنا احنا without احنا جربنا الاثنين، فاحنا اتفرتكنا يعني زي ما بيقولوا. بس هي النقطه انه السوشيال ميديا زي ما كنا بقول لحضرتك، لما بتبصي للبيت اللي جنبك ده كان اخر مداركك. يعني لما هتروحي مشوار تزوري جارتك، تزوري قرايبك، بتبصي عليهم، بتشوفي. فمجال المقارنات كان very limited. دلوقتي انت حضرتك انت عندك موبايل، لو صحيتي قلقتي في الفجر مثلا وقعدتي تتصفحي، هتشوفي حاجات في كل حتة في العالم، أصحاب مش أصحاب، فنانين، نجوم. فالموضوع كبير قوي. وبالتالي عشان الإنسان مولود فيه إنه يبقى طموح ويبص وعايز يتحسن، فبيبص تقول لا أنا عايزة فستان زي ده، أنا عايزة ساعة زي دي، أنا عايزة ألماس زي ده، أنا عايز يبقى شكلي كده. في الصيف جاي أهو، عمالين يحطوا لك يعني الشباب اللي بيتمرن وعايز، لدرجه انها اللي هو
في بقى حدود لانك تبقى عندك مثلا جسم عضلات. لان بيجي لي برضو يقول لي انا عايز مش عارف الشكل ده في اشكال، دي اشكال مش طبيعيه على فكره، يعني مش كل الناس حاجات خيالية مولوده بقى. انها تبقى بالجسم ده، لانه ده انت مش عايش في بتلعب بتشيل اثقال او بتدحرج كوره على جبل يعني. فالنقطه انه لازم نربي الاولاد او نعلمهم ايه هي المبادئ الصحيحه او النورمز اللي هي الحاجات المعتدله، عشان لما يشوفوا حاجات في السوشيال ميديا ما يتهزوش قوي. هم هيتهزوا بس ما يتهزوش قوي يعني. طيب وده ده بيخلق على فكره ضغوط على البنات الصغيره بالظبط، ما ده اللي انا عايزه اسال عليه يعني. دلوقتي. انا اتفاجئت ان بنات صغيره في العشرينات واقل من اصغر العشرينات، كمان اللي هو ده احلى وقت البنت بتعدي بيه. اه وطبعا الكولاجين بقى عالي، وكل يعني ما فيش احلى من كده. صحيح. اتفاجئت ان البنات في السن ده بدأت اجراءات تجميلية. النقطه انه هو التجميل للاسف هو شق من الطب، بس اتحول لبزنس مرعب وتجاره مرعبه. سواء من اول الكريمات، يعني مثلا كان في كريمه اتشهرت عن طريق مكان مشهور بره في اوروبا، بيروحوا يشتروها او يطلبوها اونلاين بكل بقى الصن بلوك، وتلاقي طلع لهم حبوب وحاجات لانه ما نعرفش الكريمه دي. وبالتالي برضو لا، الشفه عايزين الشفه الاكبر. يعني زمان مثلا كانت الشفه الاصغر مستساغه، دلوقتي بقت لا، الشفه الاكبر. فتلاقي واحده شفتها صغيره تقول لك لا لا، انا لا، تروح لمامتها انا عايزه قبل ما اخش الجامعه اكون عامله شفتي، قبل ما اخش الجامعه اكون عامله كذا. لانه بقى في ضغوط كتيره قوي. وخلي بالك زي ما قلت لحضرتك المقاييس بتتغير مع الوقت. لو تفتكري حضرتك في الثمانينات كانت المودلز اللي هي الرفيعين قوي الهيروين لوك دي كان عظم، يعني كانوا ما بياكلوش، عارفه اللي ده هو كان الترند. تاكل فاصوليايه في اليوم حاجات. دلوقتي لا، دلوقتي بقى في سنه زي طبعا المودلز رفيعين جدا، بس سنه امتلاء. في الخمسينات وكده كانوا الناس تخان، كان في امتلاء عام، ما كانش في ثقافه انك تحافظي على الاكل وكده. فكل ده بيتغير وهتلاقي برضو على السوشيال ميديا زي الترندز اللي حصلت، الشفه الكبيره هتلاقي الشفه اللي قلت بعد كده، التشيك بونز الكبيره نشوف الجو لاين الاكبر، فتحه العين يقولك عايزه العين كده. فعشان كده هنا لما الدكتور بقى يوجه حسب اختيار المريضة للدكتور او المريض للدكتور يوجهه للاجراء الصح. وده يخلينا نرجع انه الرجال اللي بيعملوا انت مش هتغيري فيهم حاجة، انت بس عايزة تقللي من اثار التقدم العمر على وشهم. فالرجال نوعا ما من اسهل المرضى كستاندرد، يعني انه هو مش عايز حاجه، هو بس اي حاجه احسن من اللي هو فيها. انما ما بيجيلكيش يقولك عايز الحاجب كده وبتاع، لا هو بس عيب الرجاله في الاجراءات دي انهم بيتوجعوا اكتر بس، لان هم مش معقولة؟ متعودين. لان السيدات دايما في حاجات بيعملوها في وشهم من هم صغيرين بيستحملوها. فمتعودين يعني، وبعدين يستحملوا اي حاجه من اجل الجمال. انما الراجل تلاقيه اي كده حلوه المعلومه دي. الرجاله بتتوجع، انا مش متعوده حد يتعامل كده. طب من الناحيه الطبيه والتجميليه، البنت اللي بدات اجراءات تجميليه من وهي 18 سنه لما توصل يبقى عندها 40 سنه، هتبقى ايه الوضع ده؟ ما هي حسب ابتدت ايه وليه تبتدي، يعني المبدأ من اوله مرفوض. لو عندها ديفكت زي ما كنت قلت قبل كده، عندها عيب يستدعي مأثر على نفسيتها واهلها بيشتكوا معاها قصة كبيرة كده، وبعدين مفيش مريضة اقل من 21 سنة تيجي لوحدها تعمل حاجة، ده غير ده مرفوض. لا بس في اماكن تانية بتحصل، ما ده اللي انا انا عارف، بس بقوله. قصدي انا ما انا بحاول من خلالك برضو ان الناس تعرف، مش اتنين يعني مزوغين يوم من اول سنة جامعة يلا نروح نعمل شفايف والدكتور يقبل او المركز يقبل، لا المفروض ده يبقى في كونسنت. طبعا. زي اكنها هي تقدر تفتح حساب في البنك، لا فعلى الاقل والدتها تبقى معاها، حتى لو يعني مش الاجراءات دي ليها مضاعفات، هو ده اجراء طبي ليه افرض لا قدر الله حصل لها مضاعفه حساسيه مثلا، تبقى لوحدها يعني ما يصحش. فلازم الدكتور هنا هو زي ما قلت قائد هذه العمليه، يستنى المريضه
تبقى بمباركه مامتها، او مامتها عارفه مثلا وبعتاها ومكلمه الدكتور، بتبقى في اجراءات كده. انما رايحه انا جاي لك من الجامعه شفتي، لا. هي الخطورة كمان ان هي بادية حياتها زي ما قلت يا دكتور، لسه مثلا ما دخلتش الجامعة، فهي اوريدي عايزة تخش الجامعة، مم. بادية حياتها كده بشفايف وخدود وحاجات يعني عملت فيها فيلرز وتعودت على شكل معين. ما بعد هي كده لما ده يروح هتحس انها اوحش، فهتضطر ان هي تعمل اكتر. تستمر في ده. بس لا، هي لو بالنموذج اللي حضرتك بتقوليه انها راحت للناس، اولا قبلت انها تعمل لها حاجات كتيره بالظبط وهي بالظبط. مش محتاجه، لان مم. هي ما عندهاش عيب زي ما قلت. مم. طبعا هي هتتضايق من شكلها بعد الاجراءات دي، لما تكررها كتير هيبقى شكلها وحش بيها. مم. هتلاقي وشها بقى فيه ديفكتس، مم. لانه اولا الدكتور اللي يقبل يعمل الحاجات دي كتير لواحده لسه صغيره وما عندهاش عيب، يعني ما عندهاش عيب فهي هو غالبا مش هيبقى شاطر فهتطلع عندها بعض يعني المشاكل. فالموضوع كله فيه خطورة. يعني عامة. انا هنا بقى اه بقول للاهل يعني انه يا ريت ما نشجعش البنات فعلا على الكلام ده في السن ده، لانه هو مش حكاية بس انها ليها بقى مضاعفات صحية وتجميلية وتفضل تعمل الكلام ده 50 سنة. الفكرة ان ده بيقول حاجة بس عن البنت البنوتة دي اللي هي لسه في اول حياتها، ان هي مش متقبلة شكلها، ان هي لا، هي محتاجة تشتغل على السيلف كونفيدنس، على ثقتها بنفسها، على علاقاتها بالناس، على قدراتها، على تنمية فيها، على شخصيتها كلها. صح. وده اللي هيخليها سعيدة بنفسها وعندها ثقة بالنفس، مش ان هي تفضل مواظبة على حاجة زي كده، انها تبدأ بدري ما هو جدا. المواظبة دي لازم الدكتور يقدر يكنترول الموضوع. وهنا بفكرك بكلمة الكلاينت والمريض. الكلاينت هيروح يطلب حاجة تتعمل له، انما وهي مريضة، هي مريضة من ناحية ايه؟ انه العلاقة بينها وبين الدكتور، ان الدكتور هو اللي هيوجهها اللي تعمل ايه. يحدد. he is the master of this relationship. هو القائد، هو هيقول لها اعملي كده ما تعمليش كده، لو هو وهو دكتور متعلم كويس. انما هي مش رايحه لا طبعا اديني بقى كمان من ده واديني كمان من ده، وهو حاضر يلف لها الهديه ويدي. لا، it's not like this. لازم الناس يوصل في ضمير المجتمع انه الاجراءات التجميليه دي اجراءات طبيه خالصه فيها تدخل شبه جراحي في وشوش الناس وفي اجسامهم، وبالتالي كل ما تختاري انك تعملي الاجراء ده بطريقه مقننه عند حد كويس هتحمي نفسك، وهيساعد ان يبقى عندك ثقه بنفسك اكتر، لان انت واثقه في مقدم هذا الاجراء ليكي. طيب، وبالنسبة للظروف الاقتصادية بقى والغلاء، هل دلوقتي الماركت بقى فيه حاجات فعلا مغشوشة وتقليد ومضرة للبشرة يعني أو لجسم الشخص اللي هياخدها؟ الحاجات دي كانت موجودة قبل الأزمة الاقتصادية أو من قبل الأول. تداعيات الأسعار، بس الحاجات دي دلوقتي بقت زايدة جدا. لأن المنتجات هي أدوية من شركات أدوية ضخمة عالمية. الأدوية دي غالية لأنها أدوية تجميلية وبتساعد على نضارة الوجه أو إحداث تغييرات في التجاعيد وكده. فالأدوية دي من ماركات معينة بتبقى غالية، فعشان الناس ما تفقدش المرضى اللي بيجوا لهم بقوا يعملوا ايه؟ يجيبوا ادويه يعني مشابهه او في نفس. فوجئت لسه سامع انه بقوا يقولوا نفس الدواء بس يقولك كذا تركي، كذا صيني، كذا كوري. يعني الدواء اللي انت عارفاه، ماركه الدواء الفيلر، ماركه البوتوكس، ماركه البتاع، يقول لك انا عندي ده تركي. بجيب وتلاقي مركز محترم ورخام واللي انت عايزاه، بس المنتج ليه؟ لانه هو لو وصل السعر الحقيقه بعد الاسعار الدولار وما شابه وعلي كده بالجنيه المصري، فممكن العينه تهرب. فيقول لك لا خلينا ايه في التقليد. وده في منتهى الخطوره بقى. عشان كده لازم كله يتحقق من المنتج المقدم ونوعه. وفي دلوقتي كله على الانترنت، انت حتى ممكن على الانترنت في مصر في نقابة أطباء مصر تعرفي الدكتور بتاعك تخصصه ايه، تكتبي اسمه
تكتبي اسم الدواء على جوجل تعرفي الدواء ده بيتباع بكام. فلو لقيتي الدواء ده عالميا بيتباع مثلا بما يوازي 10,000 جنيه، حلو، الدواء ثمنه كده يعني مكتوب كده. هيشتريه كده لاولاده فانت يعني. لما تتحقنه بارخص من كده يبقى في يبقى حاجه في حاجه غلط. غلط، صح. لا، حلوه المعلومات دي جدا عشان طبعا كل وكله واحد ياخد متاح، باله كله يعني. متاح. وعلى فكره مصر احنا تقدمنا جدا في الانفراستراكشر الديجيتال، يعني في البنيه التحتيه للحاجات. زي ما بتشوفي تستعلمي على المخالفات في المرور، تقدري تستعلمي على كل حاجه. في نقابه الاطباء بقى عندها سايت كويسه، ووزاره الصحه، وفي نشرات دوريه. كل ده بيؤدي الى زياده الامان لمتلقي الخدمه من مرضى التجميل يعني. مهمة قوي، مهمة قوي، يعني دي حاجة بتتحقن في جسم الإنسان فعلا، مش بالبساطة دي يعني. لازم كل واحد اه فعلا يشوف الطبيب اللي هو رايح له من ناحية الخبرة والعلم والضمير وكل حاجة، والمادة نفسها، والذوق كمان. والمادة. صحيح. احنا بقى دايما بنتكلم عن الشخص ان هو يبقى اوثنتك، ويبقى حقيقي، ويبقى طبيعي، ويبقى بسجيته وقلبه وده اللي بيخلي الناس تحبه اكتر وتقرب منه اكتر بمشاعره الحقيقية. الشكل كمان كده، امتى بقى نقدر نقول دي شكلها فيك او مزيف؟ يعني عملت اجراءات لدرجة بقت فيك. دي نقطة جميلة. هي التجميل غرضه انه زي ما قلت لحضرتك يخليكي افضل، يحسن حاجة حصلت. عارفة ببساطة زي ايه؟ واحد قاعد في الشمس كتير اتحرق، بنديله مراهم، ساعات بنضطر نحقن حاجة فنعالج الحرق. حلو. لو عايزة تعتبري التجعيد البدري، الناس المضغوطة اللي قاعدة على الكمبيوتر على طول وعندها 111 عميقة ومش عارف ايه، ده نوع من انواع الستريس. ممكن ما كانش حصله لو هو قاعد مثلا طول النهار في الحقل كده ما بيعملش حاجة، فانتي بتحسنيه. انما امتى زي ما حضرتك بتقولي ده يبقى مش حقيقي؟ لما يبقى فيك. زي مثلا واحد لابس بدلة حلو، مش هيجودها لو لبس عليها جاكيتتين كمان. يعني يعني بقى زيادة عن اللزوم. زيادة عن اللزوم. مش لو انا لبست كرافتتين جنب بعض مش هتحليني اكتر. مش يعني مش لا، هبقى حلو اشيك. التشبيه ده جدا، يعني عجبني. مش هبقى اشيك يعني ما بالكتر بقى يلا. مش بزيادة. عارفه اللي هو، عارفه لو تفتكري حضرتك برضو يعني في حاجه كان لما طلعت ماركات معينه من الكرافتات بالديزاين، فتلاقي كل الناس لابساها، او البروش مكتوب عليه علامه الماركه، والبروش لا قيمه له، هو مجرد محطوط بس عشان تشوفي انها ماركه. طب انت بتعلني يعني ايه انه؟ فهي النقطه نفس الحكايه. انت الاكثار من الحاجات مش يقلب بالعكس. انا في الاخر هلبس البدله بتاعتي عشان تحسن من مظهري بكرافته واحده، بجاكيته واحده، مش مهما انا عندي ممكن يبقى عندي كذا بدله بس هلبسهم كلهم مع بعض. فنفس الحكايه انت لان انا بشوف ده واحده مثلا تعمل اجراء تجميلي، فتعمل وتنبسط تلاقي نفسها حلوت فعلا، فتجيلك بعد اسبوعين كده تقول لك اديني تاني يعني. اعمل تاني، ما لقيت الموضوع بيحل، فاديني احلى بقى انا عايزه. الناس فانت تشرحي لها انه ده حضرتك احنا كده في التمام يعني. هو الموضوع ده ادكتيف، القابل للادمان. مش ادكتيف، يو ار ادكتد تو لوكينج جود. يعني ايه؟ انت حضرتك واحد كان مليان وخس، راح الجيم بقى يلبس كويس والدنيا بقت الناس ظبطت، تقول له تعليقات حلوه. لا بقى هو سعيد بنفسه. لما يتخن تاني هيتجنن. فانت عملتي سي بوتوكس وفيلر ووشك اترفع وبطريقه حلوه كده، لما يبتدي يروح حضرتك بتحسي انه لا انا الحق نفسي. فاهمه؟ عارفه زي انا بشبهها بايه؟ لان الموضوع ده هو كده. عارفه مش حضرتك هل بتصحي الصبح تفكري هتغسلي اسنانك ولا لا؟ لا طبعا. خلاص. بس هو كان زمان في اوله روحي اغسلي اسنانك، حد قالك روح يعني اعملي. انما دلوقتي انا في حاجات انا مش، اصحى اغسل سنانك ووشك، دي حاجه خلاص ما بفكرش. it's not a choice I make، ما بقاش اختيار بعمله يوميا، لا ده حاجه نظام انضباط بعمله. نفس الحكايه في مثلا ان انا اهتم بجسمي برياضتي بمش عارف ايه. عشان كده مثلا لما حضرتك هتستقبلي حد في البيت غير لما الاولاد قاعده معاهم، بيبقى في فرق في التعامل في اللبس في كده. فنفس الحكايه
احنا دلوقتي بقى عندنا من الاسباب اللي ربنا مهدها لنا انه يبقى شكلنا كويس الى امد ابعد من مكان زمان. حلو، بدون ضرر لحد. انت ما بتضريش حد، انت ما بتخدعيش حد، انت بتحسني حبك لذاتك، بتقوي ثقتك في نفسك، وفي نفس الوقت الموضوع ده بيساعدك انك تعيشي يوم افضل. ما انت تبتدي بيوم افضل، فشهر افضل، فحياة افضل. حلو قوي قوي، لان فعلا لما الانسان يبقى شكله مزيف وهو فعلا بيحاول يخدع، يعني ده مش شكلي ولا انا مولوده كده ولا دي مناخيري ولا اي حاجه، فده طبعا ليه علاقه كبيره قوي بالخداع. فكره رائعه. فعشان كده دايما البحث يبقى عن تحسين حاجه مش تغييرها. موجوده. انا استمتعت جدا 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 باللقاء ده واستفدت جدا، أشكرك. واكيد اللي بيسمعونا هيستفيدوا زي كده. ارجو ذلك، وانا متشكر جدا بجد لاستضافتي. كرم منك، وانا استمتعت جدا بلقائك. نورتني جدا. اشكرك جدا. ميرسي. اجراءات التجميليه دي نوع من العنايه بالذات، نوع من السيلف كير، الاهتمام، دليل على حبنا لنفسنا. مش ان احنا بنعمل ده علشان ما بنحبش نفسنا، احنا بنعمل ده علشان بنحبها وبنقدرها وبناخد بالنا منها. فإجراءات التجميل هتخليكي أفضل نسخة من نفسك زي أي حاجة تانية بنحاول نعملها في حياتنا. مش هتخلينا شخص مختلف ولا شخص تاني، ولكن هتفضلي نفسك اللي انتي بتحبيها. وهي دي علاقة الإجراءات التجميلية بحب الذات. ودي كانت الحلقة مع الدكتور الجميل الفنان كريم رفلة، وإن شاء الله استنوني في حلقات قادمة من بودكاست أصل الحكاية، وأوعدكم في مواضيع شيقة جدا. فاعملوا لايك وسبسكرايب، وأشوفكم تاني إن شاء الله.